هيحصل لك ايه لو بقيت كريستيانو يوم واحد؟ شو شوف شوف شو شوف شوف خلاص بس والنبي شوية شو شوف شوف. المرة دي مامتك مش هتحاول تولدك، هي هتجهضك، بس انت طفل عنيد بجد وهتمسك في الحبل السري ومش هتنزل. مش نازل يا ماما مش نازل. وكل ده بسبب ان عيلتك فقيرة وامك خايفة ما تعرفش تصرف عليك. واخيرا نزلت وسموك كريستيانو. وبعد ما كبرت شوية بقيت تلعب كورة في الشوارع، وباباك الحاج خوسيه قدم لك على اول نادي وانت عندك 12 سنة، وهناك شافك مدرب اكاديمية سبورتنج، حس ان عندك موهبة جبارة فطلعك من الناشئين للفريق الاول. وسنة 2003 بتجيلكم مباراة قصاد مانشستر يونايتد، وفعلا لعبت لعب خارق. ساعتها فريق مانشستر كلموا مدربهم عنك وقالوا له انهم لازم يجيبوك معاهم، ودي كانت اول الطريق ليك وبقيت نجم مانشستر يونايتد. ولكن ظهر بعدها بسنة واحدة لاعب اسمه ميسي، وظهوركم في عالم الكورة أسس صراع الملوك اللي هيفضل يتكلم عليه التاريخ سنين. واخيرا بقيت راجل يعتمد عليه واتجوزت جورجينا. سيبك من كارتة المواقع وتعال نتنطط في الواقع. وللعلم كريستيانو من فصيلة الإنسان.